الفاتحة بسر قراءة هذا المولد الشريف صنف الدر في هذا المسجد. آمين وادعو إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، ما لاح في الأفق لمح بارق، يا ربي محمد ما لاح في الأفق لمح، يا ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق، يا ربي خير الورى أشرف يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق، يا ربي محمد أصدق عبد بالحق، يا ربي صل على محمد أظهر نور في الكون شارق، يا ربي محمد أظهر نور في الكون، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل عليه، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيب، فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم ريم. الله صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه بين كتفيه على ما بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل الكرام بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام، خاتم الرسل ربي فاجعل مجتمعنا، ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، غايته حسن الختام بين كتفيه على ما ختم الرسل الكرام، ختم الرسل واعطنا ما قد سألنا، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، من عطاياك الجسام بين كتفيه على ما خاتم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا
واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام بين كتفيه علامة للكرام خاتمار وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام الرسل الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه وسلم متشوفة إلى بروزهم وتشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه وسلم حملت في ذلك العام لا تدفي حملها بغلام من بركاته وسعادته هذا الإمام صلى الله عليه وسلم ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح في ملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه وسلم في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله ونوح هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت غنى هذا المستور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة صلى الله عليه وسلم لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أشرق الكون ابتهاجا
المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرت واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. الله سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمير الليل سينفذ حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحسره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. الله يا نبي سلام عليك، رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد. ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد.
يا الله صلاة الله تغشاه يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد. الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصرح بالتذكير في كل محفل وأدعو إلى كسب العلا كل مقبل. أصرح بالتذكير في كل محفل وأدعو إلى كسب العلا كل مقبل. وأرفع بالتذكير صوتي لعله يصادف شخصا عن رعوناته خلي. ألا إنني أصبحت ما بين جاهلي تمكن فيه الجهل أو متجاهلي. وتلك لدى أهل العقول مصيبة وماذا يفيد المرء صحبة جاهلين. ألا باذلون للنصح يبعث همتي وينهض عزمي لاكتساب الفضائل. فإني عن فعل التقى متكاسل وما عملي إلا اكتساب الرذائل. ولكنني أرجو إلهي وخالقي وأسأل منه دفع كل الشواغل ويرزقني خلا وفيا مهذبا يدل ويدعوني لخير الشمائل. موازرة الإخوان أمر مقرر عليه يدور الشان بين الأماثل. أيا راغبا في صحبتي ومودتي إليك بصدق قد بعثت رسائلي رجاء استماع وانتفاع ونهضة إلى المقصد الأسنى ونيل الفضائل. رجاء استماع وانتفاع ونهضة إلى المقصد الأسنى ونيل الفضائل. تيقظ وخذ بالجد في كل عزمة وإياك أن تصغى إلى قول قائل والحمد لله رب العالمين. أحسنت عظم الله. الحمد لله
الذي تفضل علينا بنعمه التي لا تحصى، وأكرمنا وإياكم بفضائل لا تنسى. الحمد لله على هذه النعم، ما علمنا منها وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على من كان بواسطته جل هذه النعم، نبينا محمد النبي الأكرم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل وإياكم في درس الفقه والمولد الأسبوعي المتنقل في مساجد مدينة سيئون وضواحيها، وفي كتاب الرسالة الجامعة للإمام أحمد بن زين الحبشي. وكنا في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية من بعد شهر رمضان، وكان الحديث حول الحج، وهذا ما يسمى بفقه المناسبة، أي أن تتكلم بما يناسب الزمان والمكان. وكانت من عادة سلفنا رضوان الله عليهم أنهم يحرصون على هذا ما يسمى بفقه المناسبة، فإذا قرب شهر رمضان كان الحديث حول ما يتعلق بالصيام، لأنه ركن مقبل عليهم. وإذا انتهى رمضان ودخل شوال وهي أشهر الحج كان الحديث حول الحج، لأجل أن يتعلم ويعرف من أراد الحج ما يجب وما يطلب وما يحرم، حتى يكون على دراية كاملة. ونحن الآن بعد انتهاء موسم الحج، ولا زلنا في شهر ذي الحجة، وقد انتهينا من العيد وما يتعلق بالعيد، ونسأل الله كما أكرمنا بيوم العيد وحضوره وشهوده أن يعيده ربي علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام في مزيد من العوافي والألطاف. وشهر ذي الحجة ونحن نختم وإياكم في خاتمة شهر ذي الحجة الذي به يختم العام الهجري. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في زمانه لا يوجد تقويم هجري، كان التقويم ما يسمى بالتقويم الميلادي، وهو من ميلاد سيدنا المسيح عيسى بن مريم. وكان العمل بالأحداث، فكانت تسمى الأعوام بحسب الحادثة الكبيرة التي تقع فيه. فمثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ميلاده في عامله الفيل. ما معنى عام الفيل؟ أي هذه السنة حدث موقف أن جاءت الفيلة وأرادت هدم الكعبة، فسمي هذا العام بعام الفيل. وهكذا ما يسمى بعام الرمادة وما يسمى بغيرها من الأعوام التي كانت تسمى بمقتضى الحادثة التي تحصل فيها، سواء كانت من خير أو من شر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته التي تسمى حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استودع من الناس فيها، حيث يقول في خطبته: اسمعوا فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسمي بعد انتقال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة بأن هذه الحجة تسمى حجة الوداع.
كانوا في السابق إذا جاء شهر من الأشهر ما يسمى كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أي معنى هذه الآية؟ هذه الآية طبعا كانت الجاهلية تعظم الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجب مضر. وسمي رجب بلفظة مضر أن قبيلة مضر كانت تعظمه أكثر من غيرها من القبائل. فكان إذا جاء وهم دائما في حروب وقتال ما بينهم البين وغارات وثارات، فإذا جاء وهم في قد حمي الوطيس ما بينهم، فإذا يدخل مثلا شهر رجب يوقفون القتال. قالوا لا، نحن اشتدينا الحين، صعب ان احنا نوقف. طيب ايش نعمل؟ قالوا بنجيب شعبان، بنأخر رجب، بنقرب شعبان، ويرجع بعد جماد آخر مفروض يدخل رجب، لا يدخل شعبان، ويواصلون القتال. غلق شعبان، تعبوا، قالوا لا عد نحن، قال بس هاتوا رمضان. جابوا رمضان، طرحوا رمضان بعد شعبان إلى أن كمل رمضان. قالوا دحين تعبنا بس خلاص، قالوا بس هاتوا رجب دحين، طرحوا رجب بعد رمضان. وهكذا استمروا في رمضان شوية شوال حمي الوطيس ما بينهم، جاء ذي القعدة قالوا كيف دحين نوقف؟ لا ما بنوقف، خلاص هاتوا محرم، هاتوا صفر، طرحوا صفر. بعد صفر تعبوا، قالوا بس خلاص دحين بنرجع إلى له. وهكذا إلى أن حج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه المسمى بحجة الوداع، وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. يعني أن اليوم الذي وقفت فيه اليوم وهو يوم الجمعة 9 من شهر ذي الحجة. ما هو كانوا يعدلون ويقربون ويقدمون ويأخرون، لكن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان على نفس هيئتها هذه. وبعد ذلك في عهد سيدنا عمر بن الخطاب جاء ما يسمى بالتقويم الهجري، واختير أن يختم الشهر أو العام يختم بشهر حرام بعد حجة الناس، يعني يختم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه هذا الحديث وقالوا إذا نؤرخ بحجة وداعه وبشهر ذي الحجة يختم، ويستفتح العام بشهر محرم. ثم اختلفوا في أي شهر أو في أي سنة نستفتح به هذا التقويم الهجري، فقالوا التقويم الإسلامي، فقالوا من ميلاده، وقال بعضهم من بعثته، وقال بعضهم من هجرته، وقال بعضهم من وفاته. ولكن استقر الأمر بعد ذلك على أن يبتدي التقويم الإسلامي من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في هذه الخاتمة لهذا العام أن يحرص الإنسان على أن يحصد ما كان قد عمله في عامه الماضي، ماذا عمل وماذا له وماذا عليه. قال سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، سيأتي يوم ستحاسب على النقير والقطمير، على كل شيء، حتى الخطرة، حتى اللفتة، كل شيء ستحاسب عليه. فعد لهذا السؤال ولهذا الحساب جواب، وعليك أن تتعلم وتعرف ما معنى أن يختم عام، أن يختم لك عام من الأعوام، أي أنك قد دنوت إلى أجلك وإلى انتقالك من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة عاما كاملا، قد قربت، أخذ منك عام كامل. فعلى الإنسان أن يعرف ويتأمل في هذا الأمر. نواصل ما كنا عليه وما ابتدأناه من كتاب الرسالة الجامعة، ووصلنا في باب الصلاة بعد أن انتهى من شروط الصلاة ومن أركان الصلاة،
ذكر المؤلف فصل جديد في سنن الصلاة. الصلاة عبارة عن 3 أشياء، إما أنها أركان أو فرائض، وهذه التي لا يتأتى أو لا تتأتى الصلاة إلا بها، مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة، مثل الركوع. فمن نسي أو من لم يأتي بركن من الأركان بطلت صلاته. جاء واحد قال أنا بصلي لكن ما بقرأ الفاتحة، بقرأ سورة غير الفاتحة، في مذهب الإمام الشافعي لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من قراءتها، فلا يعتاض عنها بشيء. شخص قال أنا ما بعمل السجود الثاني، سجد السجدة الأولى وجلس بين السجدتين، قال خلاص ما بعمل السجود الثاني، فأقوم، هل يصح؟ ما يصح، لأن هذا ركن. وأما الشرط وهو ما كان خارج الصلاة، يكون خارج الصلاة من الشروط، مثلا ستر العورة، فهذا يستر عورته قبل الصلاة، ولكن لا بد من استمرار سترته للعورة مدة الصلاة من أولها إلى آخرها، فلو انكشفت عورته بطلت صلاته. وكذلك استقبال القبلة، فلو كان في جزء من الصلاة انحرف عن استقبال القبلة بطلت صلاته. هذا هو الشرط. وأما السنن فهي التي إذا فعلها يجد الثواب، وإذا لم يفعلها لا تبطل صلاته ولكن يحرم الثواب. والسنن في الصلاة كثيرة، ويقسمونها إلى قسمين: قسم يسمى أبعاض الصلاة، وقسم يسمى هيئات الصلاة، وهي كلها سنن، إلا أن الأبعاض التي يذكرونها أنها تجبر، أي إذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا فعليه أن يسجد سجدتين قبل السلام جبرا لهذا الخلل الذي حصل، وإن كان سنة إلا أنه يجبر بسجود ما يسمى سجود السهو، أي سجود النسيان، وإن فعله عمدا. وهذه السنن أو الأبعاض هي التشهد الأول، هذا سنة. قال واحد أنا ما بفعل التشهد الأول، بقوم مباشرة، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، ولكن حرم ثواب عظيم، حرم ثواب التشهد الأول، القعود في التشهد الأول. وقالوا هذا القعود سواء قلنا أنه في التشهد الأول سنة وفي التشهد الأخير ركن، فما الفائدة؟ يعني الإنسان إذا بيقرأ التشهد بيقرأه قائم ولا بيقرأه ساجد؟ بيقرأه جالس. فلماذا يقولون التشهد الأول أو التشهد الأخير والقعود فيه؟ أصلا بديهيا يعني لابد أن يقعد. القنوت وقيامه، طيب يقرأ القنوت وين؟ فلا بد أن يقوم، فما الفائدة من ذكره؟ هل هذا زيادة؟ هل هذا عبث؟ لا، العلماء لا يأتون بشيء زيادة ولا بشيء عبث. قالوا هذا للأخرس، الشخص الذي لا يتكلم، لا بد عليه إذا كان في الفرض أن يقف، أن يقعد للتشهد الأخير بمقدار التشهد، وإن كان لا يتكلم. قال أنا ما أتكلم، وإن كان ما تتكلم لابد أن تجلس بمقدار التشهد. فهمت هذه اللفظة؟ لما يقولون وقعوده، ما الفائدة؟ الفائدة أن للأخرس لابد أن يقعد. القنوت وقيامه سنة له أن يقف، حتى وإن لم يتكلم أن يقف بمقدار القنوت. فهنا من سنن الصلاة الأبعاض التشهد الأول والقعود فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الصلاة على النبي ليست من التشهد، نعم ليست من التشهد. التشهد هو سمي تشهدا لأن فيه الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالتشهد هو قولك التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو التشهد.
ما بعده هذا أمر آخر. إذا هو في التشهد الأول الصلاة على النبي فهي سنة، وإذا في التشهد الأخير فإن الصلاة على النبي هي فرض وركن. أيضا من الأبعاض القنوت، وهذا لا يكون القنوت ولا يسن القنوت إلا في صلاة الصبح في الاعتدال من الركعة الثانية من صلاة الصبح فقط. وأيضا قالوا في وتر شهر رمضان في النصف الثاني، نصف الأول لا يقنت في الوتر، لكن في النصف الثاني يسن له القنوت. هذين الموضعين يسن له القنوت، فلو ترك القنوت في هذين الموضعين سواء في الصبح أو في وتر النصف الثاني من شهر رمضان يجبره أن يسجد قبل السلام سجدة يسمى سجدة السهو. أيضا من الأبعاض الصلاة على النبي في القنوت، هذه 6، ويضاف السابع الصلاة على الآل في التشهد الأخير. بعد أن تأتي بالتشهد الذي ذكرناه في التشهد الأخير أن تصلي على النبي، وأقل الصلاة على النبي كما مر معنا اللهم صل على محمد، هذا أقلها. لكن وآل محمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء أي المقطوعة، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه ما تسمى بالصيغة الإبراهيمية. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نصلي عليه بهذه الصلاة وبهذه الصيغة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن لم يأتي بالآل فهذه تسمى الصلاة البتراء أي المقطوعة. وهذه الصلاة على الآل هي سنة وبعض من أبعاض الصلاة. قالوا طيب هذا غالبا يأتي في التشهد الأخير، فكيف يمكن تركه؟ واحد في التحيات في التشهد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد، انتهى التشهد بيسلم السلام عليكم، أوه لا نسيت ما أتيت بالتشهد بالصلاة على الآل، يسجد للسهو بيجيبها الآن، هذا وقتها اللهم صل على محمد وآل محمد. فما الفائدة من قولنا أو كيف يتصور أن تترك الصلاة على الآل؟ قالوا لا يتصور أن تترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير إلا إذا تركها الإمام وسمعه المأموم. المأموم ما شاء الله سمعه قوي، والإمام مثلا كان يرفع صوته أو كان عنده الميكروفون قريب، فسمع الإمام يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم وسلم قبل أن يأتي بالصلاة على الآل. ففي هذه الحالة يسن للمأموم أن يسجد لسهو إمامه في تركه للصلاة على الآل. فهذه هي الصورة التي يمكن أو يتصور أن تترك الصلاة على الآل فقط. هذه السبعة التي ذكرت هي أبعاض الصلاة وهي سنن، ولكن إذا تركها الإمام أو المأموم أو المنفرد فيسن له أن يسجد للسهو. أما إذا تركها المأموم فلا يجوز له أن يسجد لسهو نفسه، كما قال صاحب الزبد ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى. نعم، لو ترك الإمام شيء من هذه الأبعاض يسن للمأموم أن يسجد لسهو إمامه، وإن لم يتركه أو سجد الإمام يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو، وإن كان لم يفعله المأموم. هذه هي أبعاض الصلاة. غير هذه من السنن، الآن ذكرنا شروط الصلاة وذكرنا أركان الصلاة وذكرنا من سنن الصلاة ما يسمى بالأبعاض، فكل شيء خلاف ما ذكرناه يسمى هيئات وهي من سنن الصلاة. من هذه الهيئات التي تذكر طبعا كثيرة، بعضهم جعلها أو أوصلها إلى 70، وبعضهم إلى 100، وبعضهم إلى 200، وبعضهم إلى 300،
كثيرة. قالوا بس مجرد في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام قرابة 20 سنة، كيفية الرفع، ومتى يبتدي بالرفع، وأين ينتهي بالرفع، وكيف حالة الأصابع، هل هي منشورة، هل هي مضمومة، هل هي مقبوضة، كل هذه فيها أين يضع يديه بعد ذلك، هذه كلها نحن فيها في تكبيرة الإحرام. يسن في تكبيرة الإحرام رفع اليدين، يسن في تكبيرة الإحرام أن يبتدي بالتكبير عند الرفع، يقول الله أكبر، وينتهي بالتكبير عند انتهاء الرفع، أن تكون إبهاميه محاذية لشحمة أذنيه، وأن يكون أطراف الأصابع محاذية، ليس أنه يضعها. كثير من الناس تقول يظنها أنها أن يضع الإبهامين عند شحمته الأذنين، تجده الله أكبر يضع أصابعه هنا، لا، يسن أن تكون محاذية بس، الله أكبر، ينتهي التكبير بانتهاء الرفع، وأن تكون يده مبسوطة منشورة غير مضمومة وغير مفرقة كثير، إنما تفريق يسير، وأن تكون الأصابع منحنية قليلا، لا أنها إلى الخلف. هذه كلها سنن في قولك الله أكبر فقط. ثم بعد ذلك بعد انتهاء التكبير أن يرسل يديه، وإرسال اليد قالوا أن يضعها أسفل الصدر وفوق السرة، وأن يقبض بإبهامه وخنصره كوع اليسرى، يقبضها هذا تمام، وينشر بقية الأصابع في ساعده. هذه سنة. انظر إلى حرص الصحابة على تلقي وعلى الملاحظة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ماشي عنده كتاب موجود، وأيام الصحابة ما في كتاب اسمه الرسالة ولا السفينة ويقرونه إيش مكتوبة، بنقرأ عنك فصل في فروض الوضوء، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بس هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يلحظون صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بينوا فوجدوا أن في بعضها أن هذه أمور كقراءة الفاتحة كغيرها، إذن هذه فروض. وأيضا حديث ما يسمى حديث المسيء صلاة، كانوا الناس تصلي يشوفون النبي يفعلون كمان، لكن شوف كيف حرص النبي على التعليم، وكيف تلقي الصحابة من تعليمه ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم. جاء واحد دخل إلى المسجد وهم جالسين في المسجد وصلى، ولكن صلاته كانت من غير طمانينة، وهذا الحديث معروف عند أهل الحديث بما يسمى حديث المسيء صلاة، أساء صلاة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي فإنك لم تصلي، صلاة حقك دي ما هي صحيحة، روح صل. فذهب وانظر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ظانا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي يعرف الصلاة ويعرف كيفيتها، فصلى مثل صلاته الأولى ورجع، فقال له النبي صلي فإنك لم تصلي. ثم الثالثة فقال يا رسول الله لا أعلم غيرها، ما أعرف إلا هي دي. هذا حين أنت طلبت، ما هو هكذا تعال في صلاتك، ما تعال بعلمك أنا، تعال لا. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا رآه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إلى أن سأل يا رسول الله والله لا أعلم غيرها، ما أحسن غيرها، ما أعرف إلا هذه. هذا حين طلبت، إذا تعال أنا بعلمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فكبر، أعطاها التكبير الأول، إذن هذه فرض، فكبر ناويا، ثم اقرأ في رواية بسورة الفاتحة بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن الطمأنينة واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن علمه ما هو فرض في الصلاة، علم هذا الصحابي ما كان فرضا ويريد الفرض فقط، تمام.
ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم قال ثم افعل بقية الركعات كذلك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات كيفية الصلاة. فهذا قالوا أهل العلم هذا الذي علمه النبي هو الفرض، وما سواه سنة. فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما رأوه الصحابة من فعل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فهذا كله سنة، هذا كله سنة وليس فرض، لأن الفرض قد علمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه سنية الرفع لليدين يسن في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الارتفاع من الركوع للاعتدال، والرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه 4 مواضع يسن فيها رفع اليدين فقط، ولا يسن بعد ذلك، ولا يسن في غير ذلك. هذه 4 مواضع يسن فيها رفع اليدين. أيضا من السنن ما يسمى بتكبيرات الانتقال، ما بين كل ركن أن تقول الله أكبر، إلا في الاعتدال فتقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، أو في باقيتها يكون التكبير. هذا أيضا سنة من السنن. أيضا من السنن تسبيحات الركوع، فيقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. ويسن أن تكون 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. وهناك أيضا دعاء آخر يسن قراءته، هذا يسمونه في التطويل، في المطولة. أيضا من السنن ما يسمى بالجلسة، أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. سن له أن يقرأ سورة من القرآن إذا كان منفردا أو إماما. أما المأموم فلا يسن له قراءة السورة إلا إذا لم يسمع قراءة إمامه، سواء في السرية أو في الجهرية. في الجهرية كان يسمع الصوت ثم انقطع الصوت وانطفت الكهرباء وماشي ميكروفون، اللي في الصف الأخير ما بيسمع قراءة الإمام، يسن له أن يقرأ سورة ما دام أنه لم يسمع قراءة إمام للسورة. أيضا من السنن أن يسن في الصلاة ما يسمى بالجلسات. كيف يجلس؟ قالوا في الصلاة هناك 4 جلسات. ما تسمى حقنا الجلسة هذه جلسة التربع، هذه مربع يتربع فيها، وهذه تكره في الصلاة إلا إذا كان عاجز. وهناك الجلسة اللي هي تسمى جلسة الافتراش. جلسة الافتراش هذه أن يجلس على رجله اليسرى على قدمه الأيسر وينصب قدمه الأيمن، هذه تسمى جلسة الافتراش. وهذه تسن في جميع الجلسات إلا في التشهد الأخير، أو ما يسمى بالتشهد الذي يعقبه السلام، أو الجلسة التي تعقبها السلام. الجلسة التي تعقبها السلام وهو غالبا في التشهد الأخير سن جلسة أخرى تسمى جلسة التورك، وهي أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه الأيمن وينصب قدمه اليمنى. هذه تسمى جلسة التورك. وجلسة أخرى وهي جلسة الإقعاء. جلسة الإقعاء هذه عندنا إقعاء مسنون وعندنا إقعاء غير مسنون. الإقعاء المسنون هو أن ينصب قدميه مع بعض، ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذا يسمى إقعاء مسنون. أما الإقعاء غير المسنون فهي جلسة تشبه جلسة الكلب، تكون قال اليتاه مع يديه بالأرض ولكن ينصب الساقين، هذه تسمى جلسة الإقعاء، وهذه مكروهة في الصلاة. هذه حاصل ما يذكر عن الصلاة، عن السنن وبعض السنن التي تذكر في الصلاة وهي كثيرة، ولكن نكتفي بهذا القدر منها إن شاء الله، وإلى جلسة أخرى المولد إن شاء الله نكمل ما بقي منها حتى لا نطيل في الوقت.
نعم. طبعا هنا سؤال الحبيب عبد الرحمن، وهو أن الإمام قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة سرا والمأموم يقرأها سرا، ولكن الإمام طول الفاتحة طويلة والمأموم سريع في القراءة، وعندنا هنا لا يسن السكوت في الصلاة، لا يسن، مكروه أنك تمي ساكت في الصلاة، هذا مكروه، لابد أن تشغلها بذكر. فقال هنا هل يجوز قراءة السورة؟ لأن بعضهم يقول يكره قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، إلا إذا كان في مثل هذه الحالة، ففي هذه الحالة يسن للمأموم أن يقرأ سورة وإن كانت في الثالثة أو الرابعة. وبعضهم قال لا يقرأ سورة ولكن يشتغل بالدعاء، فإن الدعاء مفتوح، الدعاء مفتوح، والأفضل أن يقرأ الدعاء. وبعضهم قال يقرأ سورة، فإذا قرأ سورة أو آيات من القرآن فهو سنة، وإذا لم يقرأ فأيضا هو سنة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تشوفوا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه بارزا رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحلا مقطوع السرة، ولا ذلك الشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه وسلم. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدك على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفار رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلت، فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاء فأضالها ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلم أشب أن خشيتي ظلمت ورعبا وكشعريرا عن يميني، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب، وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلم والكشعريرا عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتعث الله وكنت من أول الناس إسلاما صلى الله. وكم ترجمت أن السنة من عظيم المعجزات وباهرة الآيات البينات بما يقضي بعض شرفي من عنده مولاها، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. الله وسلم ولقد اتصف والتسليم على سيدنا ونبي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه وسلم. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية
التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن وسلم. نشر طيب تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت الميالس والمحافل صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما وسلم. من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في ميده ومكانه أوصاف عز قد تعالى ميدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد وسلم. انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي أما ما كما ربياني صغيرا جزاهم الله بإحسان. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمود وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة
وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغام. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر صلى الله قاسم إمدادك في عبادك وساق كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقاية، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين اتباعه من السالكين وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وظاهره ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنات جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين دين المدين للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين.
شر المعتدين والظالمين. واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا. وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اكتبوا حبايب فاتح عليك. جنات نعيم يا روح سيدنا رسول الله محمد أصحاب رسول الله سيدنا المهاجر الله سيدنا الفوز المجد سيدنا وحبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي سيدنا صاحب الحضرة والمقام الحبيب حسين بن عبد الله عيدي يرحم والدينا ووالديكم ووالديكم أن الله يتغشى الجميع بالرحمة، وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل المطلوب، ويجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين يتقبل دعوات ومن علينا عليكم بالقبول والإقبال ويشفي مرضانا ويعافي ابتلاءنا، وأن الله يمنحنا العوافي الكاملة والطاف الشامل والثواب غنمة، وأن الله يصلح القصد والنية وبلوغ كل أمنية وصلاح الذرية يا خير البرية مع العافية الصحة. ومن عمر هذا المسجد عبد الله وصلى عليه أن الله يتقبل الجميع. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة، وأن الله يرحم الأمة ويكشف الغمة يفرج على أخواننا في شامنا ويمننا وفلسطين وسائر البلاد الإسلامية، ويفتح علينا وعلى طلاب فتوح العارفين، فقهنا وإياهم في الدين، جعلنا من العلماء العاملين. يرحم من تقدم مؤسس هذا المسجد الحبيب حسين بن عبد الله عيديد وأولاده المتقدمين عبد الله وحسين وجميع الأصول والفروع الذرية العيديدية والمصلين والمتصدقين، ومن عمر هذا المسجد ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، ومن كان انتقالهم في هذا الشهر أن الله يعلي ذكرهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويحيي سيرهم وعلومهم، ومن له مطلب ظاهر أو باطن حسي أو معنوي دنيوي أو أن الله يبلغ ذلك، يد علينا عليكم هذه الأعياد في مزيد زيادة عوافي وألطاف ومسرات، ويقضي الكل منا جميع الحاجات، يرزقنا البر لآبائنا ومشايخنا والوفاء لهم، ويصلحنا ويصلح بنا ويصلح أزواجنا وأولادنا ويصلح الأمة ويكشف الغمة، ويهيئنا وإياكم للسر المحمدي، ويشرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامه راض عنا بحق هذا المسجد بحق الحبيب حسين، يكسينا حلة الزين ويكسينا حلة الأدب وحلة الوقار وحلة السمت وما كان عليه شيخنا الحبيب علي وأولاده وأحبابه وأصوله وفروعه ما علمه اللهم صالح النيات. متع بالقائمين حبيبنا علوي وحبيبنا محمد حبيب الرحمن وإخوانهم الجميع على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة، وما علمه اللهم صالح النيات، وعلى ما دعاه سيدنا الإمام علي بن محمد حبشي والحبيب حسين وأولادهم وذويهم. وبسر قراءة هذا الموت الشريف في هذا المسجد بارك في الخاتم عند الموت وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا.
الله لنا بزين منه المواهب والرضا الله يا الله لنا بالقبول يا خير معطي هب لنا كل سول الله يا الله لنا بالقبول منك بالحسنى نهار القفول الله يا الله لنا بالقبول طلبنا من اسم الكون الله يا الله لنا بالقبول الصلاة على المختار طه الرسول الله يا الله لنا بالقبول صاحب ما داعي راجع بالقبول الله يا الله لنا بالقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله به وجدتم لا إله إلا الله يغفر الله لنا ولكم ولمن قال لا إله إلا الله. السلام عليكم يا حبيبي الحسين. السلام عليكم وعلى سيدكم سيدنا الإمام علي محمد الحبشي ونختم عنه وجميع أجدادكم الأسرة العيديدية والوصول إلى الأسرة الطاهرة المستحقة والذرية المحمدية. السلام عليكم وعلى جدكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله السلام عليكم يا أهل النور. السلام عليكم يا أهل الدور. السلام عليكم يا أهل القبور. السلام عليكم وعلى من في جواركم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب الأرواح الباقية والأجساد البالية التي والعظام الناخرة التي خرجت الدنيا وهي بك مؤمنة اغفر اللهم لنا ولهم. السلام عليكم يا حبيبنا حسين ومن حل في رحابكم في رياضكم وعلى ابنكم شيخنا الحبيب علي وعلى إخوانه الحبيب عبد الله وجميع المتصلين والأحفاد والذرية المباركة وعلى جميع من في هذه الرحاب في هذه المجنة. اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ويقينا كل فتنة وكل محنة واجعلنا من أهل العقول المرجحنة وأن الله يقضي لنا جميع الحاجات ويكشف عنا جميع الكربات يوصلنا بمن يوصلنا إليه ويجمعنا بمن يجمعنا عليه ويوفقنا لعمل صالح يوجب لنا الزلفى لديه يفتح لنا بما فتح عليكم في العلوم والأسرار والمشاهد وخدمة المساجد والحج وخدمة بيوت الله وخدمة البلاد والعباد وأن الله يخلقنا بأخلاقكم وأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمائه وأنسر أشياخكم ويخلقنا بأخلاق أسمائه الحسنى ويرزقنا العثور على المطلب الأسنى ويسقينا من ذلك المشرب الأهنى وأن الله يكسينا من خلع كمال جلال جمال سر اسمه العظيم الأعظم خلعة نتظاهر بها وتغمر بها باطلنا حتى لا نعصيك طرفة عين يخلع علينا خلع الخشية التي خلعها عليكم وعلى أحفادكم وسمت العلم وسمت الأدب وسمت التوأدة والأخلاق والذوق الرفيع العالي وكما أمدكم الله يمدنا من هذه المشارب ومن هذه الأذواق ومن هذه الأسرار الظاهرة والباطنة وبجاهكم عند الله أن الله كما من علينا بزيارتكم وبمعايدتكم يمد علينا وعلى أحفادكم وأولادكم ببلوغ جميع الآمال ويصلح لنا ولهم كل الأحوال ويصلح لنا البال ويجعلنا أن يحفظنا في الأنفس والأهل والأموال والأزواج والعيال ويتمم لكل منا مقاصيده ويزيد هذه الأعياد علينا وعليكم وعلى الأمة بالفرج العاجل واللطف الشامل ويرحم الأمة ويكشف الغمة ويجلي الظلمة ويصلح أمة النبي محمد ويرحم أمة النبي محمد ويفرج وينصر إخواننا المستضعفين في غزة والمجاهدين
وينصرهم في بيت المقدس يا رب العالمين، وينصرهم على عدوهم وعلى عدوك يا رب العالمين. ثبت لهم الأقدام ويعجل بالفرج والنصر القريب عن قريب يا رب العالمين، ويصلح أمر يمننا وشامنا وليبيا والسودان وإيران وسائر البلاد الإسلامية يا رب العالمين. يهدينا في من هداه، ويرعانا في من رعاه، ويتولانا في من تولاه، وأن الله يجعلنا وإياكم ويمننا وسائر المسلمين في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، ويديمنا وإياكم في العمل بطاعته والصدق في خدمته قائمين، وإذا توفانا يتوفانا بعد عمر طويل وحال جميل مسلمين مؤمنين، ويختم لنا ولكم بالعافية والخاتمة الحسنة، ويهيئنا للسر المحمدي ويشرفنا برؤيته في معيته صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامه وراض عنا. وعلى من هو صاحب هذا المقام حبيبنا حسين بن عبد الله عيديد، ومن هو ابن علي بن محمد الحبشي، ومن هو جميع أشياخه، ومن هو جده سيد محمد بن علي مولى عيديد، وأهل السر من كل إمام صنديد، ومن هو أولاده وذريته وفروعهم يعلمه الله من صالح النيات. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة، وما يعلمه الله من صالح النيات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وسيلتنا العظمى اليك زيادة ما دعونا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا، وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نبت نعمتك فلا تجعلنا حصادا. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد. اللهم نسألك من جامع الخير وجامع شر، اللهم احسننا من الشر واغفر لنا ما دون ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. واجعلنا من الأخيار. الله الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد. الله حبيب عبد الرحمن. صلى الله على محمد صلى الله